طبعا احنا موجودين في احد حقول ومزارع التي تشتهر بزراعه الذره بكميات كبيره. طبعا هذه الزياره جاءت نتيجه لورود بلاغ خلال الفتره الماضيه بوجود عدد كبير من الجراد المنتشر في المنطقه بشكل عام. فبناء على هذا البلاغ توجه قسم وقايه النبات بقطاع الزراعه ببلديه تراغن للموقع ومعاينه الموقع والوقوف على عين المكان. ومن خلال المشاهده والملاحظه للموقع تبين ان الجراد الموجود في المنطقه جراد صحراوي مختلط بجراد افريقي مستوطن، وكذلك مختلط بجراد جزء من الجراد الصحراوي. ولكن الضرر الناتج عن المحدث عن هذا النوع من الجراد هو باعتبارها ضرر كبير ممتد لعدد من المزارع المجاوره. فهذا ما دعا مجال لاعداد تقرير مفصل بخصوص الحادثه وتحويل تقرير بشكل مفصل لقطاع الزراعه لمكتب قطاع الزراعه، وعلى ضوءها يتم تحويله للجهات ذات الاختصاص وهو المتعلق بجهاز مكافحه الجراد. وعلى اثر هذا الامر تم تشكيل فريق مكون من قسم وقايه النبات بقطاع الزراعه وكذلك مركز الشرطه الزراعيه وجهاز مكافحه الجراد وكذلك الغرف المعنيه مكاتب مكافحة الجراد في بلديات وباري وكذلك في مرزق في متابعة هذا الموضوع والوقوف على المكان وأخذ التدابير اللازمة لهذا الأمر. بخصوص الحملة الآن القائمة لمكافحة الجراد الأفريقي، السبب من الأسباب اللي تكاثروا وازدياد في المنطقة هي ضعف الجمعيات الزراعية، ضعف الإمكانيات للجمعيات الزراعية، قلة الآلات الزراعية سواء الجرارات أو خزانات الرش، كما ينقص عدم وعي الفلاح لخطورة الآفة اللي الآن انتشرت بشكل خصوصا بعد سقط الأمطار في الفترة الماضية. فيستوجب الحقيقة يعني بكل شفافية يستوجب من الجهات ذات العلاقة والحكومات دعم الجمعيات الزراعية، دعم وفق شروط للمحافظة على الآلات اللي يتم توفيرها للجمعيات. الحقيقة الجمعيات الآن صح الجمعيات جمعيات أهلية، لكن يستوجب بحكم نحن كإدارة التعاون والإرشاد الزراعي بالبلديات يستوجب أن توفر الآلات هذه الزراعية تحت إشراف قطاع الزراعة. إشراف قطاع الزراعة والعمل يتم عن طريق الجمعيات الزراعية باهي لمكافحة كافة الآفات. يعني الحقيقة مجهود يذكر فيشكر الحقيقة اللي ما يقوم به الآن جهاز الجراد الصحراوي بليبيا بصفة عامة وبمناطق الجنوب. فنتمنى توفير هذه الآلات بكمية أو بأعداد وبمواصفات ذات جودة عالية، ونتمنى التوفيق للجميع. بسم الله. طبعا الاسم العميد أيوب صالح مولود، صفة مدير جهاز شرطة زراعية بفرع مرزق. طبعا جانا بلاغ، احنا نتقبل في بلاغات المواطنين في اي مشكله طبعا تحدث، فجانا بلاغ بوجود طبعا آفة جراد منتشره في بعض المزارع. فطبعا قمنا بإبلاغ منسق مكتب الزراعه بتراغن، وطبعا بدوره قام بإبلاغ الجهات المعنيه مكافحه الجراد. وطبعا بارك الله فيهم لبوا النداء طبعا وجو وشبحوا العين، وطلعنا احنا معاهم يد بيد طبعا شفنا ولقينا بعض المزارع وفي مزارع ما لم يتم التبليغ عنها ولقينا فيها طبعا الآفة هذه. وطبعا تم العمل اليوم الآن بالجهود الموجودة طبعا في أيدي هذه اللجنة ونحن معهم. والآن قمنا بالرش الآن بمكافحة هالآفة هذه، ونحن موجودون طبعا في أي وقت وموجودين على مدار 24 ساعة ونقبل ببلاغات من المواطنين على أي آفة موجودة، وما عندناش مشكلة. طبعا احنا أي مواطن نراه يلقى آفة غريبة طبعا في مزرعته في كذا يجي يبلغ، واحنا موجودون واحنا على أتم الاستعداد للتعاون مع المواطن في إنجاح العملية الزراعية وفي الحفاظ على الثروة الزراعية. بالنسبة للإمكانيات حاليا المتاحة مبيدات فقط أو بدل الوقاية من أضرار المبيدات موجودة. هذه بالنسبة للجنة الوطنية هذا اللي تملكها حاليا. وبالنسبة للآلات الرش توا احنا نستعملوا في آلات المواطنين لرش الحشرة هذه.
بالنسبة للحشرة هذه موجودة بكثرة في المزارع وفيها أضرار هلبة. من ضمنها الأضرار في تاكل في الخضر كلها، المادة الخضراء كلها تاكلها، ولهذا بيكون فيها برنامج مش سهل للقضاء بسرعة لها، لازم القضاء عليها بسرعة، لأن لو تستفحل في المنطقة حتدير أضرار هلبة. طبعا الجراد الصحراوي إلى 5 أطوار. الطور الأول يعتبر هو دبيون وقاعد زي الحشر زي النمل تلقيك، بعدين يبدأ الطور الأول، بعدين الطور الثاني، بعدين الطور الثالث يبدأ برنامجه في الانسلاخ. الطور الرابع يبدأ في برنامج الأجنحة. الطور الخامس يبدأ في التجمع ولا يطير.